إذاعة إرنا. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا الدولية يأتيكم بثها من باريس على القمر الصناعي تلسات 8 درجات غرب، على التردد 12688 على الاستقطاب الرأسي، وبمعدل الترميز 3000. طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 من أبريل عام 2025. في البرنامج العربي لهذا اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نسلط الضوء على قضية المغيبين قسرا في إريتريا، وذلك من خلال رصد ومتابعة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة إحياء بعض الإريتريين اليوم 14 من أبريل، واعتباره يوما لتذكير الضمير العالمي بقضيتهم المنسية لعقود. نرجو لكم طيب المتابعة. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لرصد ومتابعة إحياء 14 من أبريل. فقد أحيا عدد كبير من الإريتريين الأسبوع الماضي ما توافق بعض الإريتريين على تسميته بيوم المعتقل الإريتري، في إشارة إلى 14 من أبريل العام 1992، والذي شهد اعتقالات واسعة قامت بها أجهزة النظام القمعية في جنح الظلام في مختلف المدن الإريترية. وطالت هذه الاعتقالات رموزا وطنية ومجتمعية وإصلاحية من مشايخ ودعاة ومعلمي المعاهد الدينية. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في تحديد اليوم أو التسمية، أو أنه لا يعد محل اتفاق بين الجميع، إلا أن هذا التاريخ يعد النقطة السوداء الأولى في جبين النظام بعد التحرير، ونقطة مفصلية في كشف النية المبطنة للاستهداف الممنهج الذي شهدته إريتريا قبل إكمال عامها الأول من التحرير، بل وقبل أكثر من عام على حصولها على الاستقلال بشكل رسمي، لتتواصل بعد ذلك حملة الاعتقالات المسعورة التي بلغت ذروتها في 24 من ديسمبر العام 1994 باعتقال المئات إن لم يكن الآلاف في ليلة واحدة على مستوى إريتريا. ومن المفارقات العجيبة مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أن هذه الاعتقالات جرت في شهر ديسمبر الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان من كل عام، وكأن النظام يشير بذلك إلى عدم الاكتراث بقوانين حقوق الإنسان وضربها في عرض الحائط في بلد ناضل أبناؤه وبذلوا أرواحهم رخيصة في أن ينعم مواطنوه بالحرية والسلام. ومع العلم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أن النظام أخفى وما زال يخفي قبل وبعد التواريخ المذكورة دون محاكمات تذكر أو ذكر مبررات للاعتقال خارج القانون أو المؤسسة العدلية. ومن خلال رصدنا ومتابعتنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات لمشاركات إحياء ذكرى الاعتقال الأليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدنا كما هائلا من الأحزان وزفرات الآهات التي تعتمل في نفوس ووجدان هذا الشعب المكلوم، ولا سيما أسرهم التي اكتوت أكثر من غيرها بنار الظلم ومرارة الحرمان. ونستعرض لكم فيما يلي مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات بعضا من تلك التعليقات. راديو إرنا. يقول جعفر الطيار في صفحته: مضت أكثر من 30 عاما على هؤلاء المعتقلين وهم تحت القضبان دون تهمة ودون محاكمة ودون أدنى حقوق. 30 عاما من الحرمان من عائلاتهم وذويهم، 30 عاما وهم معزولون عن العالم. ترى كيف يكون حالهم؟ نحن اليوم لا نكف عن التذمر من صعوبة الحياة وأعبائها، وربما يكاد أحدنا يشعر أنه مخنوق من تكاليفها. كل هذا ونحن ننعم بوابل من النعم التي نتقلب فيها يمنة ويسرى، فكيف يا ترى يكون حال آباء المعتقلين ظلما وافتراء؟ لم يكن ذنبهم سوى أنهم نشروا العلم والوعي في مجتمعهم، لم يكن ذنبهم سوى أنهم أناروا عقول طلابهم وبددوا ظلام الجهل الدامس إلى نور العلم الساطع. إن سجن أحدهم 30 عاما يعد جرما لا مثيل له. الغريب في بلادي أن من يرتكب أعظم جريمة في حق الإنسان، وهي إزهاق روح إنسان آخر،
يسجن مدة تقل عن 25 عاما. فلك أن تتخيل كيف سولت نفس هذا النظام أن يسجن كبار مشايخ ومعلم المسلمين مدة أكثر ممن قتل نفسا مع سبق الإصرار والترصد. إن هذا الحكم الجائر والسياسة الغشيمة والباغية لنظام الهكدف تبين لنا جليا أن إحياء عقول الناس وتنويرها وتعليمها تعاليم دينها جريمة أشنع من إزهاق روح إنسان بغير وجه حق. فهذا النظام لا يريد إلا جهلة مجردين من أي مبادئ حتى يسوقهم مثل القطيع، ولكن لكل شيء نهاية طالما أن هنالك رب يمهل ولا يهمل. وكتب عبد الله شريف ود الشريف في صفحته على الفيسبوك تحت عبارة ضد النسيان: سوف يذكر التاريخ هذا المشهد الراسخ في أذهاننا جيلا بعد جيل، الذي أصبح جزءا من ملامح الدولة الوطنية للأسف الشديد. سيذكر حيث يذكر النظام في أسمرة، وحيث يذكر الطاغية أسياس واستبداده، وحيث تذكر التجربة التي أنتجت لنا هذا النظام المستبد. ونحن من هنا نؤكد أننا لم ولن ننسى ولن نسامح. وتحت عنوان قضية المختفين قسريا جرحنا النازف، يقول عبد الله خيار القاضي السابق بالمحكمة العليا بأسمرة: عندما استلم الجنرال خورخي فيديل السلطة في الأرجنتين عام 1976 قام بتشكيل مجلس عسكري مكون من 9 جنرالات، فرض الأحكام العرفية، ألغى الدستور، منع حق التظاهر والتجمهر، فرض الرقابة على الصحافة، وضع النقابات والجامعات تحت المراقبة، استخدم استراتيجية القتل والاختطاف والتعذيب والاعتقال بدون محاكمات من أجل إسكات أي صوت معارض. وقد بلغ عدد الأشخاص المختفين قسريا أكثر من 30,000 شخص. هذا المشهد يشبه لحد كبير ما حدث ويحدث في إريتريا، لكن الفارق أن الأرجنتين لم يصمت أمام الظلم وظاهرة الاختفاء القسري، فتشكلت جمعية أمهات مايو وكن يطفن عصر كل خميس أمام القصر الرئاسي في مسيرة صامتة، حاملات صور أبنائهن المختفين على صدورهن، ولم يتوقفن عن التظاهر إلى أن سقط نظام الجنرال خورخي فيديلا في العام 1983. أما في إريتريا تقدر بعض المنظمات الحقوقية أن عشرات الآلاف سجنوا أو فروا من البلاد. ورغم فداحة ومرارة هذا الواقع، فإن المطالبة بإطلاق سراحهم ما زالت خجولة وضعيفة. قد يصعب رفع الصوت من داخل البلاد للمطالبة بإطلاق سراحهم نسبة للإجراءات القمعية التي تمارسها الحكومة ضد الشعب وبطش الأجهزة الأمنية، ولكن في الخارج يمكن المطالبة بإطلاق سراحهم من خلال التظاهرات أمام السفارات الإريترية بشكل دوري ومنتظم للضغط على الحكومة حتى تقوم بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص المختفين قسريا. كذلك يمكن استغلال وسائط التواصل لنشر قصصهم بالتعاون مع وسائل الإعلام العالمية وإنتاج أفلام قصيرة توثق معاناتهم. هذه الوسائل السلمية متاحة وتحتاج فقط إلى إرادة وتصميم وعمل جماعي. قضية الأشخاص المختفين قسريا هي قضية إنسانية لا خلاف حولها، وربما تكون هي القضية الوحيدة التي نتفق حولها رغم خلافاتنا، لأنها قضية تمس أي إنسان إريتري بشكل أو بآخر. لكل فرد منا شخص مختفي، أخ أو والد أو عم أو خال أو جار أو قريب أو صديق، ولهذا هي قضية وطنية بامتياز. يضيف القاضي السابق عبد الله خيار: هذه القضية واضحة منذ بدايتها، ولا علاقة لها بالقضايا التي تمس السيادة والصراع مع أثيوبيا، بل هي قضية داخلية مستقلة تماما، ولا يجب ربطها بأي قضية أخرى. ومهما طال الزمن فإن الحكومة الإريترية لن تجد في النهاية سوى خيارين لا ثالث لهما: إما تقديم هؤلاء الأشخاص لمحاكمة عادلة ينالون من خلالها دفاعا حقيقيا عن أنفسهم، أو الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، مع تعويضهم وتعويض أسرهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وعدم تقديمهم للمحاكمة، يقول عبد الله خيار، يعني شيئا واحدا فقط، وهو أن الحكومة لا تملك دليلا ماديا ضد هؤلاء الأشخاص، لذا تحتجزهم احتجازا غير قانوني وبدون وجه حق وبشكل غير مبرر. أما محاكمتهم والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان حق أسرهم في الزيارة والإطمئنان عليهم فهي حقوق قانونية لا تنتقص من شأن الحكومة أو تقلل من هيبتها، بل تعكس احترامها للقانون والعدالة. وأخيرا يقول القاضي السابق عبد الله خيار:
التاريخ يعلمنا أن القمع قد ينتصر مؤقتا، لكن صوت الحق لا يختفي إلى الأبد. والقمع يمكن أن يكون قويا، لكنه هش أمام الإصرار والوعي والضغط المتواصل. الأنظمة القمعية تنهار عندما يتم الضغط عليها بطرق مختلفة وسلمية. الحقوق لا تضيع والعدالة لا تموت، فقط تحتاج لمن يطالب بها. فهل يمكن لضحايا الأمس أن يجدوا طريقهم نحو العدالة كما حدث في الأرجنتين؟ يتساءل عبد الله خيار، ثم يرمي بالكرة في ملعب الشعب الإريتري فيقول: الأمر متروك لنا، فالحكومة الإريترية ليست وحدها من تتحمل مسؤولية ما حدث للأشخاص المختفين قسريا، بل نحن أيضا نتحمل جزءا من هذه المسؤولية بصمتنا وتقاعسنا عن المطالبة بحقوقهم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أيضا كتب الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد في صفحته على الفيسبوك قائلا: في مثل هذا اليوم من العام 1992 قام النظام الإريتري باختطافات أشخاص شملت إريتريا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، فالبعض دوهم في جوف الليل، والبعض تم خطفه من معهده وسوقه ومزرعته، وأصبحت أغلب المعاهد والخلاو بلا معين ولا مدراء. وشملت الاعتقالات كبار سن فوق 60 وأطفال أقل من 18 عام وإخوة أشقاء وأب وابنه. وبما أن الكل قد صمت، فقد استمرت الاعتقالات بعد ذلك، فلم ينج منها أصحاب دين ولا تنظيم سياسي ولا قومية ولا قبيلة ولا منطقة، حتى أننا لا نعلم تحديدا عدد المغيبين قسرا. وشهادات المنظمات الدولية، يقول أبو الرشيد، تقول أكثر من 10,000، ويقدر بعض الإريتريين الأعداد ب20,000 مغيب. يضيف أبو الرشيد: كانت هذه الجريمة طي الكتمان إلا ما عرف منها بمجموعة 15، وقد قام بعض الأخوة منذ سنوات بتذكير الإريتريين والعالم بهذه الجريمة الإنسانية التي لا مثيل لها، حيث أننا لا نعلم أي نظام قد قام بتغييب كل هذه الأعداد لمدة تجاوزت 30 عاما. إحياء هذا اليوم ليس متوقفا في لجنة معينة تقوم به، ولكنه ملك لجميع الإريتريين، يحييه كل فرد أو مجموعة في مكانه وبالطريقة التي تعجبه والتي تناسب وضعه. يوم المعتقل الإريتري يوم غاب فيه ضميرنا، وجرحت فيه كرامتنا، وغيب فيه أطهر أبناء شعبنا. هذه إذاعة إرينا. وكتب الأستاذ محمد إبراهيم نوراي على صفحته قائلا: المختطفون عبر زوار الليل للعصابة الإجرامية دوما سيظلون جرحنا النازف، وصورهم تنطق بصوت عالي داعية للثأر عمن أخفاهم طيلة هذه السنين 30 العجاف، وسيظل عجزنا عن الفعل والنصرة لمظلوميتهم عارا يلاحق جيلنا مدى الحياة. وفي أضعف الإيمان يجب أن نكون صوتا لمن أخفي صوتهم، لأن ذكراهم ناقوس يغض مضاجع القتلة ويعكر صفو حياتهم حتى يقيض الله من يثأر لهم. وكتب أيضا الصحفي والإعلام أحمد الحاج قائلا: 14 من أبريل يوم المعتقل الإريتري، العار الكبير على جبين النظام. الآلاف من المواطنين ومن مختلف الفئات والتوجهات السياسية والدينية والاجتماعية لا يعرف لهم أثر بعد سلسلة من المداهمات والاختطافات التي بدت قبل التحرير، وازدادت وتيرتها بعد عام 1991. منظمة العفو الدولية قدرت العدد ب10,000 في العام 2012، والنظام اعترف فقط ب8,958 معتقلا في العام 1999. لا أحد يعرف الحقيقة ما عدا النظام، وهو المسؤول الأول والأخير عما لحق ويلحق بهؤلاء المغيبين. الحرية والسلامة لهم جميعا، وقلوبنا ودعواتنا مع أسرهم وأقربائهم المفجوعين، والخزي والعار لجلاديهم، وليعلموا أن يد العدالة ستطالهم عاجلا أو آجلا. وأيضا كتب عبد القادر حكيم في صفحته يقول: حسب تقارير منظمات حقوقية خاصة بإريتريا، فإن عدد المغيبين قسرا المعتقلين في سجن النظام يفوق 10,000 شخص، وأكاد أجزم أن جميع هؤلاء الضحايا هم من خيرة أبناء وبنات الوطن، وهم مميزون ومميزات، فسائق اللوري أو صاحبه، والتاجر الذي كان في طريقه إلى العاصمة وتم اعتراضه في الطريق صودرت بضاعته وتم اختطافه كما يفعل قطاع الطرق، والطبيب أو الطبيبة وجميع أصحاب المهن وقدام المحاربين، جميع هؤلاء مميزون، وهذه الصفة بالذات كانت كفيلة بزجهم في غياهب السجون
التي انتشرت كالفطر في جميع أنحاء البلاد من أقصاها إلى أقصاها. تخيل معي وأنت تقرأ هذه السطور أن هنالك بلدا يسجن أبناءه وبناته فقط لتميزهم. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. وأخيرا وليس آخر، نختم بشهادة عبد الله خيار القاضي السابق بالمحكمة العليا بأسمرة، يقول فيها: في يوم ما وأنا في مكتبي بالمحكمة العليا بأغردات دخل علي شاب وجهه لا يزال يحتفظ بملامح الطفولة. قال لي: يا مولانا معليش، أنا عندي مشكلة، أبوي طلع من البيت وما رجع، اختفى من سنين، عندنا ساقية ومحتاجين قرض، لكن البنك قال لازم ضمان عقاري، والبيت باسم أبوي ومحتاجين توكيل منه، وأنا ما أعرف أعمل شنو. يقول القاضي السابق بالمحكمة العليا بأسمر عبد الله خيار: نظرت إليه كان قلبه يتكلم أكثر من لسانه. قلت له برفق: نعلن عن فقدان والدك في الجريدة الرسمية، وإذا ما ظهر نثبت غيابه بالشهود، بعد ذاك نحكم بأنه مفقود، بعدها تعمل إعلام ورثة وتقدر تتصرف في أموركم. يقول بعدها عبد الله خيار: لكن عينهم امتلأت بالخوف، كأن كلمة إعلان أيقظت فيه رعبا من جهة ما، ربما الأمن أو شيء آخر. شكرني وغادر، وفي وجهه علامات الحزن. في تلك اللحظة فهمت أكثر من أي وقت مضى أن الغائب لا يغيب وحده، بل يأخذ معه حياة بأكملها، زوجة وأبناء وأرضا تنتظر أن تسقى وأحلام تتوقف وقانون لا يعرف كيف يصافح الفراغ. الاختفاء القسري ليس فقط جريمة ضد فرد، بل هو شلل يصيب الزمن ويعلق أرواحا كثيرة في الفراغ، والذي خرج ولم يعد يخلف مشاكل قانونية كثيرة لا حل لها، لا ورث، لا بيع، لا تصرف. ما أصعب ما تمر به أسر الأشخاص المختفين. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، ما تناولناه في حلقة اليوم يعد غيض من فيض عن انطباعات المرارات التي خلفها الإخفاء القسري لشرفاء إريتريا، وكلنا أمل في أن يبصر النور من بقي منهم على قيد الحياة، ويوارى الثرى بما يليق بكرامة الإنسان لمن توفي منهم، والقصاص العاجل لسجانهم وجلادهم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.